السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم شباب؟ عساكم طيبين. معكم طلال بي 5 كي. مثل ما قرأت يا شباب عنوان المقطع، عندي لكم معلومات حق كود 2015 كود 12. شنو راح يكون هو رسميا يا شباب؟ كود 12 راح يكون كود بلاك اوبس 3. بتقول لي طلال ايش دراك؟ شو اللي يثبت لك ان اسمه بلاك اوبس 3؟ شوف هالتغريده من تويتر. طبعا كول اوف ديوتي عطت اكتيفيجن رتويت وكاتبين انه خلاص كل شيء صار رسمي وتقدر تشوف الصوره. ومثل ما تشوف هذا البوستر، يعني اللاعب اللي تعودنا عليه شفناه بلاك اوبس 1 بلاك اوبس 2. طبعا كل معلومه لحد الحين نزلت يا شباب عن بلاك اوبس 3 راح احاول اني ادمج لك اياها بهالمقطع، تلخيص كامل عن كل شيء نزل. واي معلومه جديده راح تنزل عن بلاك اوبس 3 راح تلقاها عندي بالقناه، فتاكد انك مشترك بالقناه عشان تكون متواصل مع اخر اخبار بلاك اوبس 3. شباب اذا ما شفتوا التريلر وشنو فيه بالضبط، طبعا التريلر نزل امس، راح تلاقي رابطه بالدسكربشن، واذا ما شفته الحين راح اختصر لك اياه على السريع. طبعا اول شيء يبلش لك برموز مثل ما تشوف، راح نرجع حق هالرموز، في وايد اشياء راح نتكلم عنها فيها. وايد ناس اكتشفوا شنو هالرموز من امس لما نزل التريلر. مثل ما تشوف تبلش الرموز وبعدها تتحول هالرموز المعقده حق الشخصيه اللي عرفناها ببلاك اوبس، طبعا اللي كانت على الكفر بالجزء الاول والثاني. وهذه الشخصيه قاعد تتكلم عن ذكريات صارت بالقصه بالجزء الاول والثاني. وهني تقدر تشوف طبعا الشعار الاول والثاني، وبعدها هني يطلع لك الثالث، وهني يطلع لك الموعد الرسمي اللي راح يعلمونك عن كل شيء باللعبه. الحين خلينا نرجع حق الرموز اللي كانت بالتريلر. شوف هذه هي الرموز الغريبه. لحظه ارجع مخرج رجعنا. لاحظوا يا شباب في كود 115، وهالكود اللي لعب بلاك اوبس 2 و1 على ما اتوقع هذا الكود يرمز حق الزومبي. فتقدر تقول ان تريارك اختصرت كل شيء، لا طور فضائيين، لا تقعد تخلينا لاخر لحظات ما ندري شنو الطور الاضافي. اختصرت كل شيء وحطت لنا 115، فيعني خلاص الطور الثالث زومبي اكيد. والكل طبعا يدري ان تريارك شلونها بتنزيلها للزومبيز. بلاك اوبس 1 كانت من احلى الاجزاء في الزومبيز طبعا يعني، وبلاك اوبس 2 هم كانت يعني الزومبي هم كان قوي فيها، عرفت؟ فاذا كنت متحمس للزومبي اكتب لنا تحت بالكومنت. ولو نكمل بعد بالرموز راح تلاحظ انه يم الرغم مال الزومبي في احداثيات. هذه الاحداثيات لو تكتبها بجوجل راح يوديك عند مصر تقريبا. لو نزوم الحين داخل راح تشوف ان هني صارت حرب 6 اكتوبر على ما اتوقع بالضبط هني. فتقدر تقول ان هني يمكن راح تكون قصة التوصيل، يمكن الحرب كلها راح تكون هني، او يمكن الزومبيز، ما ادري صراحة. اكتب تحت شنو تتوقع. وهم طبعا في احداثيات ثانية هم موجودة مثل ما تشوف، لو تكتبها هم مرة ثانية بجوجل راح يوديك حق منطقة بسويسرا، وهم نفس الشيء يمكن هالمنطقة تندمج بالقصة او الزومبي. والخبر اللي بعده يا صاحبي، طبعا في مقالة انتشرت بموقع كود الرسمي، راح اختصر لك واعطيك الزبدة. طبعا اول شيء قاعد يقدمون لنا شركة تريارك، وقاعد يقولون لنا ان شنو تريارك فازت. طبعا تريارك فازت باكثر لعبتين لعبوها عدد من الناس بتاريخ كول اوف ديوتي، اللي هم طبعا بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2. وطبعا الشيء اللي بعده اللي كان الكل ناطره الصراحه وانا منهم، ان اللعبه هل راح تكون بالماضي هل راح تكون بالمستقبل، شلون راح تكون. طبعا منطقيا لو بنتكلم بالمنطق اللعبه لازم تكون بالمستقبل، لان بلشت بالماضي راحنا المستقبل وهم لازم نكمل بالمستقبل. ومثل ما تشوفوا هني ذكروا ان اللعبه راح تكون مدموجه بالمستقبل مع التكنولوجيا وهالسوالف. واخر شيء طبعا ذكروا اللي هم شنو الجيم مودز او الاطوار اللي راح تكون متوفره باللعبه. طبعا اول شيء الكامبين اللي هو التوصيل، بعدها المولتي بلاير الاونلاين، وبعدها الزومبيز. انزين الحين اكيد واحد بيقول طارق زين ضبطنا معلومه، عطنا معلومه شيء على الاونلاين، شو اللي وصلت له شيء. شباب اللي فهمته من الناس اللي اغلبيتهم قاعد يتكلمون عنه، شوف هذه صورة الكاركتر اللي راح تتواجد. حلو انزين لاحظ ايده على الاطراف يعني كنا اكسو، عرفت؟ اكسو سوت اللي هو تعودنا عليه بادفانس وارفير اللي تطير وهالسوالف. اوكي انا صراحة ادري انك ما تحب هالشغله، وانا من الناس صراحة اللي ما ايد انها تكون يعني تتكرر ببلاك اوبس 2. لكن صدقني تريارك عارفه شنو راح تسوي. انا اشوف ما اتوقع ان هذا راح يكون اكسو سوت، لكن اذا بحالة كان اكسو سوت صدقني ما راح يكون نفس طريقة ادفانس وارفير الكل قاعد يطير وهالسوالف. اتوقع انه راح يعالجونه. واكتب تحت انت بالكومنت شلون تتمنى ان اللعبة تكون على اي طريقة. حاليا يا شباب اتوقع ان هذه كل المعلومات اللي متوفرة لكود بلاك اوبس 3. اذا تبي معلومات وتكون على اخر تحديث للمعلومات اشترك بالقناة وعطني فولو على تويتر، راح ادز هناك بعض المعلومات اللي راح اكتشفها. واكتب تحت بالكومنت شيء انت اكتشفته من التريلر، واكتب شلون تبي اللعبة تكون على اي هيكل. مثل ما قلت لك في معلومات، وطبعا هذا هو التاريخ قدامك مني راح يلنا معلومات زيادة عن اللعبة. شكرا يا شباب لكم على المشاهدة، كان معكم طلال بي 5 كي. ان شاء الله يا شباب اشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامة.